السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. معانا طبق النهاردة، طبق شهي كلنا بنحبه جنب اي اكل، لانه ايه؟ بيفتح النفس. طبق البتنجان المخلل هعمله بطريقة سهلة وبسيطة في الفرن. هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. معايا بتنجان، ومعايا طماطم، فلفل اخضر وفلفل احمر وشطة وتوم. معانا كزبرة، ومعانا الدقة اللي بعملها البتنجان في البيت. ومع الطبق الملوخية اللي هنطبخه فريح منه. طبعا بنحب بعد ما نزهق كده من الرز والمكرونة والحاجات دي، نعمل أكلة كده نغمس بيها وتفتح نفسنا. غسلت البتنجان ونشفته وفرمت الطماطم، فرمت التوم مع الفلفل، وضفت عليه البهارات. بجيب البتنجانة كده وأقطع العمية بتاعها، وبروح فتحها شقها من النص، وبخلص كل الكمية بنفس الطريقة، وبحطها في الصينية. بعد ما فتحتها كده وجهزتها، جبت الدقة اللي انا محضراها، او الدقة اللي انا محضراها البتنجان لحشو البتنجان. نزلت عليه بعصير نص ليمونة، وهنزل عليه بمعلقة خل، وهقلب مع المكونات دي مع بعضها، وهحشي بيها البتنجان. بجيب كده البتنجانة اللي انا شقيتها كده من النص، وبفتحها كده واحشيها فلفل، يعني اديها حقها يعني. هنحشي البتنجان بالطريقة دي، طريقة سهلة وبسيطة، مش هتاخد مننا وقت ولا مجهود. وهنحطها في الصينية اللي هندخلها الفرن. هخلص كل الكمية بنفس الطريقة واحشيه كله كده، واحطه في الصينية. هيكون جاهز معايا. هنزل عليه بالطماطم، ترش عليه كده طماطم، او ممكن تاخد الطماطم وتقلبي فيها فنجان من المية وتقلبيه. بس انا نزلت بالطماطم، وبقي معايا معلقتين من الدقة بتاعة البتنجان. نزلت عليها فنجان من المية، وهنزل بيه على البتنجان. طبعا عشان ايه؟ لازم حاجة يعني تكون في الفرن يستوي بيها. بعد ما نزلت بالطماطم، هنزل بالمية مع الدقة اللي انا محضراها، وهنزل عليه بعصير نص ليمونة ومعلقة خل، وهنزل عليه حوالي معلقتين من الزيت، مش كتير، لان طبعا انا مش بستخدم فيه زيت. طبعا انا مولعه الفرن ومسخناه وجاهز. هدخله الفرن وهسيبه لمدة نص ساعة. لما يكون استوى، هكون عملت الطبق الملوخية فرح منه. معايا نص معلقة من السمنة، ومعلقة من دقة البتنجان شوحتها، ونزلت عليها بالشوربة، وضفت عليه معلقة قالب الشوربة. بعد ما الشوربة غليت، نزلت بالملوخية. هقلبها كده وهتاخد معايا غلوتين. وطبعا اي ريم هنشيله من عليها. حمرت الفلفل التوم بالكزبرة، وبعد ما حمرته نزلت على الملوخية. بقى معانا كده جاهز. البتنجان برضو طلع من الفرن، طلعته من الفرن وجاهز. شايفينه مستوي ازاي؟ بجد مستوي، عامل زي الزبدة، يعني دايب دوب كده، وطعمه وريحة مفيش احلى من كده. هتقدميه في جنب اي اكلة انت تقدميه جنب اي اكلة انت بتحبيها، لان طبق طبعا بيفتح النفس. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، وتكتبوا لنا كومنت حلو كده. وبالهنا والشفا، ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، ومع السلامة.